اهي من قريب. بس الجمال والطعم روعة روعة، والجوسي ده والجوسي لوسي ده تحفة. الطعم ده خطير طبعا يا جماعة. بصوا هاي يا جماعه، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. النهارده في يوميات مينا وميرنا هنعمل الفراخ بالمايونيز. دي طريقه روعه بنحبها جدا انا ومينا والعيال، فعملتها لكم قبل كده في القناه، بس هعملها لكم برضو المره دي بتبسيط يعني خالص وبسرعه جدا، وهتبقى سهله جدا، ويا ريت تعملوها وتقولوا لي رايكم فيها. هنعملها ونسويها مع بعض وبعدين ناكلها مع بعض. يلا بينا. What? هنتبل الفراخ دلوقتي يا جماعه. نحط الفراخ بتاعتنا. اول حاجه هحط ايه؟ مايونيز. هحط كميه حلوه كده. وهسيب شويه للخضار. تمام. احط التوابل. احط شويه ملح كده صغيرين، مكترش. هحط خلطه بهارات. اي بهارات عندك، بهارات فراخ او 7 بهارات. وهحط فلفل اسود. بس كده. هحط ليمونه. معلش يا جماعه انا مش بستخدم الجلافز عشان برتاح كده اكتر في الخلطه. هقلب الخلطه كده في بعض كويس. انت عايزه تستخدمي الجلافز استخدمي، بس انا طبعا غاسله ايدي كويس جدا. الجلافز بيخنقني، ما بعرفش اعمل بيه حاجه. بصوا كده ايه الفرخه كلها ايه اتغطت بالمايونيز. بس هسيبها بقى شويه عبال ما اقطع الخضار اللي هحطه تحت الفرخه. اول حاجه البطاطا هقشرها واغسلها واعملها مكعبات.
تاني حاجة يا جماعة الجزر. بعد كده البطاطس. دلوقتي يا جماعة البصل. ومحدش يقول لي في الكومنتات ايه طريقتك في تقطيع البصل دي، لان دي طريقتي من زمان، مبعرفش اعمل اللي تشك 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 دي. بقطعها يا اما كده يا اما لما بتبقى على بلانش طبعا بعملها اللي هي ايه المكعبات المتساويه يعني ما تبقى على بلانش، لكن في ايدي ما بقدرش اعملها اللي بتقطعوها بسرعه دي، ما بعرفش، فبمشي حالي يعني. هنحط دلوقتي باقي المايونيز. نحط ملح، فلفل اسود، هناخد البرطمان اللي فيه بواقي مايونيز ونحط فيه ميه.
هحطها في الفرن في الرف اللي في النص على درجة حرارة 200. بصوا يا جماعة الجمال، دي اخدت معايا في الفرن ساعة ونص بالظبط. بعد ما استوت طفيت الفرن وولعت الشواية واتحمرت كده. بس يا جماعة تعالوا بقى ناكلها مع بعض عشان احنا جعانين ميتين اصلا. يلا بينا. هي من قريب بصوا الجمال والطعم روعة روعة، والجوسي ده والجوسي لوسي ده تحفة. الطعم ده خطير طبعا يا جماعة. الصوص ده بقى يا جماعة طعمه روعة، تاكلوا فيه بقى بعيش برز بأي حاجة، احنا هناكله بعيش. وادعولي بقى. يلا بينا. اهلا وسهلا بيك حبايبنا في كل مكان، وحشتونا جدا جدا جدا. معاكم النهارده في قناه مينا مرات يا جدعان. جوز يا جدعان. دايما نطقم الوان شبه بعض على فكره، قريبه من بعض من غير ما نبقى متفقين. أيوة. بنتفاجئ على الترابيزه على طول. فوجو يا جدعان، فيجو يا جدعان. عندنا يا جماعه فوجو يا جدعان، لسه حالقين لسه حالقين ومروقين. عندنا طبق مليان فراخ بالمايونيز. فراخ بالمايونيز اللي انا عملت لكم الطريقه. وعندنا هنا طبق فاضي وهنا طبق فاضي وهنا طبق مش عايز يتظبط خالص. سيبك من الطبق اللي فؤاد. يلا اخيرا ميرنا هتاكلنا مجوعانا من بدري. طبعا الجوسي ده لو مينا مش بيحبه هي كده لا يعني. خد كده استنى. طب خد انت طلع. ماشي. نار جاي ده. ايوه سخنه قوي، خلي بالك. اللي بيسكرها بقى اللي ايه انا بخاف من مينا، بالراحه على مهلك بس ما تكونش مالحه ولا عدمه ولا الكلام ده. انا ادوق بسرعه. عالميه تحفه. خدي بوق. بص بطاطا وجزر مسكره بقى. البطاطا بتسكر الخلطه خالص، والجزر طبعا. يا جماعه اللي ما عملش سبسكرايب مستني ايه؟ سبسكرايب، عايزين نوصل بقى للمليون. يا جماعه الصوص ده اللي عايز يقلله، اللي عايز يشربه شوربه كشوربه شايفه تقيل قوي لو شرب. صح؟ مش عارفه. اللي عايز يخليه يعني انا هاكل عيال بس لا كل لا تمام اعتمد. حلو مظبوط، ولا مالح ولا عادي ولا تحفه على التكه. مسكر، طعمها مسكر. طبعا الفراخ شايفينها دايبه ازاي. طبعا لما نيجي ناكل عيالها بصراحه اللغوصه يا جماعه. اللي مش متابعنا على التيك توك حقيقي فايته فيديوهات مرار. ضحك للركب، ضحك للركب. أنا بفكر في مره ان اجمع فيديوهات التيك توك المضحكه كلها، انزلها لكم فيديو مجمع، بس مش دلوقتي يعني شويه قدام. يا سوسو عمتي حبيبه قلبي، اعملي الطريقه دي تعجبك قوي يا سوسو. كله يدخل يسلم على سوسو في الكومنتات عشان تتفرج معانا. يا جماعه في اكلات كده الواحد بيخترعها، البني ادم بيخترعها وتبقى مفيده لجنس البشر يعني. الاكله دي انا قلت لكم قبل كده، اللي عرفتهاني كوكي اخت مينا. ما كنتش اعرفها بصراحه، بس لما جربتها عالميه. لما جربتها حلو خالص. فرخه اوه سخنه. بس يا تيتو بتعمل ايه؟ خد ام. بص دايبه ازاي. ده بص انا مطلعها طبقات. الفرخه طبقات. طلعت لوحدها. قلت لنا الله على الفراخ. قلت لنا نطلع فوفو فيجو عشان وحشوكوا اهو. طلعناهم وبيغلبونا. بيطلعوا عين ابونا.
ده فيو ده ما بيقعدش ثانيه. يا جماعه بالمناسبه قولوا لنا ايه الاماكن الحلوه اللي ممكن نروحها هنا في القاهره. نصور فيها يعني ولا؟ لا عايزين نخرج نروح خروجه كده نتفسح. غير المولات بقى، يعني غير المولات والكلام ده. اللي منكم من القاهره يقول لنا فين الاماكن الحلوه، عشان احنا طبعا ايه لسه بقى ايه عايزين نعرف كل الاماكن الجميله. قولوا لنا ايه المطاعم اللي عايزين نجربها ونعمل فيها تحدي برضو هنا في القناه، مثلا مش تحدي، ريفيو مثلا نجربها يعني. في ناس طبعا يا جماعه كتير بتعمل ريفيوهات على مطاعم، بس طبعا مش كل الناس بتثق في نفس ذوق الشخص اللي بيعمل ريفيو، فاهم؟ ففي ناس بتعمل ريفيو بيبقى بتشجع على منتج، وفي ناس بتقول لا المنتج ده، فهو بيقارن بوجهه نظره هو، طعمه هو اللي بيدوقه، فاهميني اقصد ايه؟ فانتوا لو واثقين في طريقه الريفيو بتاعنا ومصداقيتنا في يعني اللي هو في تقييم الطعم وكده، ممكن تقولوا لنا ايه المطاعم اللي انتوا عاوزينها واحنا نعملها لكم كلها. احنا دلوقتي في القاهره فكل حاجه في المتناول الحمد لله يعني. تمام؟ سيبوا لكم الفراخ بقى. يا جماعه لازم تجربوا الطريقه دي وتقولوا لي رايكم فيها. ممكن الصوص ده لو كتير عايزينه اقل من كده، بس انا يعني مش عارفه، انا بحبه كده ان هو بيستوي بسرعه ما بياخدش وقت، لكن البطاطس والجزر والبطاطا اللي ما بيبقاش فيها اي سوائل بتبقى ناشفه وما بتستويش بسرعه، بتاخد وقت كبير. الفراخ بتستوي هي ما تستويش. بصي انت الله ينور عليك بجد، بس هو الصوص بيخس سيكا، لكن هو مش معيب، يعني هو مش معيبها في حاجه. لا عادي، اللي عايز يخسها يعني احنا كده كده ما ناكلوش، بس هو بصراحه عالمي عالمي. الطعم تحفه، والمايونيز بصراحه عامل شغل عالي. يعني دلوقتي مش عايز اكل فراخ وعايز اغرف تاني، حط اغرف خضار تاني بجد. ايه ده؟ خضار جميل كمان. البطاطا مسكر خالص. البطاطا مسكره، تحطوا بطاطا طبعا، بطاطا كتير. بطاطا اسمها حمراء، البطاطا الصفراء صفراء مش حاجه اسمها مش الست قالت حمراء. لا صفراء، هي بطاطا صفراء وبيضه. تمام. انا عن نفسي في المشوي بحب البيضه، لكن دي ما بتعملش البيضه طبعا. الصفراء هي المسكره في الحاجات اللي هي بتبقى في الميه والكلام ده، تبقى الصفراء فظيعه. وطريقه الفراخ بقى واخده من الصوص واخده من المايونيز، تحفه يا جماعه. جربوا الطريقه دي وقولوا لنا عجبتكم ولا لا. اللي يجربها يقول لنا يقول لنا في الكومنتات، يقول لنا على الانستا، يقول لنا في اي حته. بجد هتدعوا لي مش مسرفه، تحفه خالص. جميله فعلا. يعني هي الاكله مش غاليه على فكره. هي فرخه فرخه كده كده تجيبها نص كيلو جزر، نص كيلو بطاطس، نص كيلو بطاطا، مش اكتر من كده، نص نص نص. تعملوا الصينيه دي. خدي بوف والمايونيز، طبعا. برطمان مايونيز كده صغير كده هيقولوا لك كده انت دخلت في صرف بقى. كده يا جماعه. وبعد صورنا معاكم النهارده ما كانش تحدي. النهارده كان ريفيو على الاكله بتاعتنا احنا. تمام. منيشه العروسه طبعا. لا بس هي بجد عروسه. الاكله حلوه خالص وبجد ميرنا تسلم ايدها، واتمنى ان انتم كلكم تجربوها، وكمان ترجعوا للفيديو بعدين وتقولوا فعلا الطريقه سواء حلوه او عجبتكم ولا لا، او ما عجبتكوش. تقولوا لنا في الكومنتس، ولان الراي ده هيشجعنا ويشجع ميرنا بالتحديد، لان ميرنا بتقف ساعات في المطبخ. واتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا اشتراك، فعلوا زر الجرس، تعملوا لايك للفيديو وتوصلوا لاعلى نسبه من اللايكات، وشيروا لاصحابكم الفيديوهات، تكونوا معانا يلا عشان نكبر اسرتنا الكبيره. نشوفكم الفيديو الجاي. باي.